اهلا بكم. اعلانات رمضان في مصر كلها شبه بعضها، بتتميز بميزه مش موجوده في اعلام اي بلد تاني في العالم على الاطلاق. يعني لو حطيت اي اعلان مكان التاني مش هتفرق. من الاخر اعلان شركه اتصالات زي اعلان الزيت، زي اعلان المدينه السكنيه، زي البنك، زي الزبادي، زي المستشفى، كلهم حاجات عبارة عن أغاني بتتعلق بالتنمية البشرية. أنت تقدر وإحنا هوا، أنت تقدر وإحنا هوا، وكلنا مع بعض زي الفل، وهزاك جيب رزاق وهنيالك يا فاعل الخير. مفيش أي حاجة بتعبر عن المنتج اللي معمول عشانه الإعلان أساسا يا جدعان. علم الماركتينج هيقف قدامنا كتير، هيقف قدامنا كتير، ومش هيلاقي إجابات لأي أسئلة على الإطلاق. حاجة كده زي لعيبة نادي الزمالك، حاجة زي لعيبة نادي الزمالك. كل الحوار والمقدمة دي عشان أقول لك أجمد إعلان في رمضان هو إعلان البنك الأهلي في نادي الزمالك. عمرو الصفتي، أحمد غانم سلطان، إدكو، أحمد جعفر، وأحمد مجدي، وأخيرا فتح الله، كلهم لعيبة لا يرتقوا إن هم يلعبوا حجز خماسي. كانوا بيروحوا الاستاد يلعبوا الماتشات في ميكروباص، وبيلعبوا بكاوتش باتا، وخزنة النادي ما فيهاش ولا مليم. عمرو الصفتي ده على قد قلة إمكانياته كان بيطلع من الماتش دماغه مفتوحة، كان بيطلع من الماتش دماغه مفتوحة والتيشيرت مقطع. وفي الآخر بعد ده كله يا جدعان، أنا مش بطلب منك إن أنت تكون ميسي أو رونالدو أو كريستيانو أو غيره يا جدعان، أنا بطلب منك إن أنت تقدر قيمة التيشيرت، تقدر قيمة التيشيرت اللي أنت لابسه وتحترمه، وتجيب اخرك في الملعب. انا عارف ان امكانياتك ضعيفه، عارف ان امكانياتك، ومقدر ان امكانياتك منيله بنيله، ومش عيبك، عيب اللي جابك، ده عيب اللي جابك نادي الزمالك من الاساس، وانت لعيب دون المستوى. من الاخر يا جدعان انا مش مستغرب ان الزمالك خرج من كل البطولات على الاطلاق يا جدعان، والله ما مستغرب، لان دي تجربه علميه، تجربه علميه بيقيسوا بيها مدى تحمل الانسان وصبره قبل ما ياخد قرار الانتحار.